احنا معانا النهارده عربيه جيلي باندا. العربيه دي فيها طاقه جامده جدا مع دوس الفرامل مع الطلعه. اي مطب تحس ان في حاجه بتتكسر من مكانها بتاعك. تعالى بقى اقول لك السبب، علشان السبب ده انه يعتبر الفيديو ده يا جماعه من ثالث فيديو او رابع فيديو اعمله لكم متكرر عن جلب المقصات وبيض المقص. وبرضك الناس بتدوخ، يعني برضك بسبب القصه دي الناس بتدوخ. بصوا هنا دي جلبه الايه؟ جلبه المقص. دي جلبه المقص. الجلبه نطره من مكانها، الجلبه نطره من مكانها فكانت عامله صوت ايه؟ طق طق. بص انت معلم الجلبه معلمه ازاي من هنا. انا والله ما طلعتها على المكبس ولا اي حاجه. الجلبه اصلا انا طلعتها مخلوقه بالشكل ده. فنصيحه يا جماعه، لو انت بتيجي تركب جلبه مقص لقيت الجلبه مكانها مبوش، الافضل انت تغير المقص. تيجي تركب بنت المقص لقيتها مبوشه، يا ريت تغير المقص كامل علشان ما تدوخش صاحب العربيه وتدوخ الصنايعي. يعني العربيه كيا سروت والكسري احنا دخنا عليها، والعربيه الام جي الاس زد برضه كان بسبب الجلبه كانت مبنطه احنا دخنا. فلو نصيحه، لو انت جلبه المقص بتاع حضرتك او البيض المقص هتتبنط غير المقص كده. شكرا.